1 2 3. هلو حول، هلو سجل. أخي المستمع الكريم حياك الله، وإليك تسجيل هذه القصيدة الآتية من كلمات الشاعر القاضي عبد الله أحمد سنان العجيلي، والذي ألقاها عزاء ورثاء بعد استشهاد ابن أخيه الشهيد البطل النقيب شهاب حسين أحمد سنان العجيلي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والذي استشهد في ليلة القدر بتاريخ 27 رمضان في معركة الكرامة والاستقلال دفاعا عن الوطن اليمني وكرامته وعزته ضد العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وعنوانها: إلهي باسمك ببدأ القول والخطاب، ونفسي لعفوك راجيه لك وتايبه، ومن بعد بكتب في صفات الشهيد شهاب، ولو قلت مهما قلت مو في مناقبه شهاب الأسد مقدامنا قال يا جناب. شهاب البطولة كان قايد كتايبه، ومجده وتاريخه مدون على الكتاب، وفي كل ساحة حرب تشهد مناقبه. فإليك تسجيلها كما يتقبل، وسلام الله عليك. وابدع القول والخطاب، ونفسي لعفوك راجيه لك وتايبه. إلهي باسمك وابدع القول والخطاب، ونفسي لعفوك راجيه لك وتايبه. ومن بعد بكتب في صفات الشهيد شاب، ولو بتبه ما قلت ما في مناقبه. أخو مجد أبو نصر الله شاجع الماب، دعاه الوطن يا ابن العجيلي في جوابه. أخو مجد أبو نصر الله الشاجع الماب، دعاه الوطن يا ابن العجيلي في جوابه. نداء الوطن لأهل العسارة وللثياب، نداء الوطن لأهله يبين أجانبه. تلبى الندى كم من أسد مثل ما الشاب، مع الله لبى له والندى ثم خاطبه. تلبى الندى كم من أسد مثل ما الشاب، مع الله لبى له الندى خطبا. تحزم سلاح والجعب كانت الزهر، وهاجم وقاتل كل خاين وعقب. شهاب الأسد مقداوى من غالي الجناب، شهاب البطولة كون قايد كتيبه. ومجده وتاريخه مدون على الكتاب، وفي كل ساحة حوار بتشهد مناقبه. شهاب الأسد مقداوى من غالي الجناب، شهاب البطولة كون قايد كتيبه. ومجده وتاريخه مدون على الكتاب، وفي كل ساحة حوار بتشهد مناقبه. تنكل بالأعداء في عدن ثم في ذباب، وفي نهم خلوه وسط شبك حامبه. تنكل بالأعداء في عدن ثم في ذباب، وفي نهم خلوه
وسط شبك حانبه وهاجم منه قفه وجر الحصن والنواب والبرم تحركه وخلاه عاطبه والجند السعودي صوادهم مثل ما العقاب وبعض الجنود أسراه وبعضها ربا وجند السعودي صوادهم مثل ما العقاب وبعض الجنود أسراه وبعضها ربا الجوف جاهدهم وحاشاه أن يخاف تنكل بجيش الحول في وجهه وحارب ثبت في جبل هيلان ما هم الصعب وما هم الاستخواي ولم يجي شاحبه ثبت في جبل هيلان ما هم بالصعب وما هم الاستخواي ولم يجي شاحبه تقدم ورا سفاه وشامخ على الساحه أسد واثق الخطوة وحقق مآربه وقناصته يمناه ترمي على الرقاب وتنقف جبال خوص من على حواجبه وقناصته يمناه ترمي على الرقاب وتنقف جبال الخواص من على حواجبه مترس ودمر زواح في سلمان بالشعب ونكل بهم تنكيل والنصر كاسده ثبت مثل ما هيلان في عالي الهضاب عسارة عجين ذيك ورثها من وباب ثبت مثل ما هيلان في عالي الهضاب عسارة عجين ذيك ورثها من وباب جده هو المقدام في ربعه الماب هو الشيخ ذي شامخ وعصر شواربه جده هو المقدام في ربعه الماب هو الشيخ ذي شامخ وعصر شواربه وربى رجال أحرار من خيرة الشباب على العز والناموس في كل نايبه وهو شيخ ما يحسب بخصمه ولا حساب كريم العطا معروف في الناس قاطبه شيخ ما يحسب لخصمه ولا حسب كريم العطا معروف بالناس قاطبه وابوها الحسين الهايم ذي رامي السلام شبل الاسد خلوه اسد في مخالبه وابوها الحسين الهايم ذي رامي السلام شبل الاسد خلوه اسد في مخالبه وربع بادي عمه مبعد وذي قراب وما للقعاش السود للخصم غالبه فحاشا عجيلي في المعارك يقع غياب لأن القيادة فوت معارك ملاعب فحاشا عجيلي في المعارك يقع غياب لأن القيادة في المعارك ملاعب
والأجداد كم من قورن الأعداء ما تاب في درب البطولة لو العجيلي مناصب والأجداد كم من قورن الأعداء ما تاب في درب البطولة لو العجيلي مناصب تشهد تواريخ يا من له مدى الحقاب وكل القبر في شوارقها والمغارب تشهد تواريخ اليمن له مدى الحقاب وكل القبل في شوارقها والمغارب فعام 4 بعد 30 بالحساب ريطاني الغزوي سعودي بجانبه تلبناك بجدي وربعه لها استجاب وخاضوا المعارك والشجاعة مواكبه فعام 4 بعد 30 بالحساب بريطاني غازي سعودي بجانبه لبناك في جدي وربعه له استجاب وخاضوا المعارك والشجاعة مواكبه وضحوا برج الكواني قبره والرحاب فأرض الحدود تاريخ مرحوم كاتبه وسبتمبر الثورة لبى الندى وجاب ناصر سنان الابن وابدا تجاربه وسبتمبر الثورة لبى الندى وجاب ناصر سنان الابن وابدا تجاربه وسط المعارك للبغاة وقع العقاب وسجل لخول المواقد شمخ ناسده والأحفاد بعد أجدادهم تكمل الذهب تقود المعارك وسط نيران العباد كما الليث أبو مران في كان خير شاب وسط الربوع أهله وبطولات ضربا كما الليث أبو مران في كان خير شاب وسط الربوع أهله بطولات ضربا تنكل بجيش سعود صار برسوم سراب تنكل بجيش سعود صار برسوم سراب بقوة وعزم وإيمان وكلين راقب ماشي غرابة في البطولات في شاب من جعل أجداده فهذا مكاسبه ماشي غرابة في البطولات في شاب من جعل أجداده فهذا مكاسبه ربه بدل روحه وهو راجي الثواب وربي تقبل ثم حقق مطالبه بسل بروح ما وترك موقع وساب ودارب جثثهم في عقلهم دارب بسل بروح ما وترك موقع وساب ودارب جثثهم في عقلهم دارب صوب وواصل دوار به الحق والصواب ونال الشهادة والشرف والمناسبة
الله